انا دايما بقول للامهات نرجع بالزمن 20 سنة ونشوف جدتنا كانت بتاكل ايه وناكل اكلها، هنلاقي صحتنا كويسة جدا، مفيش فيها تقزم، مفيش فيها سمنة، هنلاقي الطفل صحته كويسة. دكتور تامر، اهلا بحضرتك معانا في بودكاست في العياده. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور ابطال. اهلا وسهلا. انا عايز اتعرف في تخصص حضرتك وشغل حضرتك. انا اسمي دكتور تامر سليم، استشاري الاطفال ومدير مراكز السكر والغدد الصماء في التامين الصحي. حلو جدا. انت حضرتك متخصص في حالات قصر القامه والتقزم. حاجه جميله ان احنا نلاقي سب سبيشاليتي نادره، يعني ما قابلتنيش قبل كده خالص. انا قبل الحلقه دي كنت يعني افهم ان قصر القامه ده او التقزم شيء جيني، الطفل بيتولد بيه وملوش علاج. يعني انت ايه رايك في الكلام ده؟ هو الكلام ده غير صحيح خالص، لان احنا عندنا اسباب كتيرة جدا لقصر القامة. في منها يكون حاجات طبيعية جدا وممكن تكون حاجات مرضية. مم. مش السبب الاساسي ان هو يكون وراثة، في اسباب تانية كتيرة غير وراثية. يعني في اسباب غير جينيه للتقزم؟ اه طبعا في اسباب زي ايه كتيرة مثلا؟ جدا. ابسط الامثلة خالص في حاجة اسمها قصر القامة المؤقت، وده بيبقى نتيجة لتأخر فترة البلوغ في الاطفال. في اطفال بتبقى في بعض العائلات بيبقى متأخر عندهم مرحلة البلوغ، فبالتالي بيتأخر القفزة بتاعة النمو بتاعتهم، فبالتالي بيبقى في فترة من الفترات هو عنده قصر القامة، ولكن كل الفحوصات بتاعته والكشوفات بتبقى كويسة. ده بيجي في فترة متأخرة شوية عن أقرانه، بعد كده بيلحقهم في النمو بتاعه بيبقى كويس جدا. طب هل اسباب قصر القامه كلها هي نقص هرمون النمو؟ السؤال ده مهم جدا، لأن كل الناس بتتخيل إن أي حد قصير يبقى مشكلته إن هو عنده مشكلة في هرمون النمو، م-م. وإنه لما بياخد الحقن هيبقى كويس. للأسف مشكلة نقص هرمون النمو أو مشكلة الخلل في الغدد الصماء اللي بيسبب قصر القامة ده أقل أسباب قصر القامة، لا تتعدى 10% كلها على بعضها. إنما في أسباب تانية كتيرة جدا ممكن تعمل لنا قصر قامة. طب خليني ارجع معاك لاول خطوه خالص. التشخيص لحاجه زي كده، يعني شخص هنشخصه ان هو عنده تقزم، ده بيكون من سن كام نقدر نكتشفها؟ هو احنا بنكتشفها، يمكن دي بيتم تشخيصها من أول الولادة. لو أنا فحصت الطفل حديث الولادة وكان الطفل مولود صغير بالنسبة للحجم، أو الطفل اللي هو المبتسر ده بيبقى قصير في الوزن والطول، وبنفس الوقت في النمو بتاعه ممكن يكون برضه قصير بالنسبة للوزن والطول. لو أنا دلوقتي بتابع الطفل من ساعة الولادة وباخد وزنه وباخد طوله من منحنيات النمو بتاعته من ساعة الولادة، أبدأ إن أنا كاتش قصة قصر القامة دي من عند عمر 3 سنين تقريبا. افهم من كده ان الام تقدر تعرف ان ابنها عنده تقزم من اول 3 سنين، بس تعرف ازاي؟ دي حاجة مهمة جدا. عندنا طريقتين اتنين تبدأ تعرف بيهم. أول حاجة عن طريق ملاحظتها كأم شاطرة، وعن طريق الطبيب المعالج. ملاحظتها كأم شاطرة إن إحنا بنلاقي إن هي بتلاحظ إن الطفل ده المقاسات بتاعت هدومه ما بتتغيرش، مقاساته ثابتة باستمرار، مقاس الشوز بتاعه برضه ثابت ما بيتغيرش. عندي كمان هو طوله بالنسبة لأقرانه يعتبر قصير، لما بتوديه مثلا حضانة بيلعب مع قرايبه بتحس ان هو اقصر واحد فيهم. كمان ان هو بتحس ان ضوافره ما بتتغيرش باستمرار، شعره ما بينموش دايما باستمرار زي اقرانه، بطيء بطيء كمان في النمو بتاعه. ده من ناحية الام اللي بتلاحظه. من ناحية الطبيب، الطبيب الشاطر هو اللي بيقدر يتابع طول الطفل كل فترة زيارة، وأقل فترة الطفل يقدر يتابع فيها طوله هو كل 3 ل6 شهور على الأقل. يعني الأم لازم على الأقل في خلال سنة كاملة يكون عندها يا إما قياستين 2 للطول على الأقل، يا إما 4 قياسات للطول للطفل على مدار السنة. طب احنا عايزين نديهم مانيوال يقدروا يعرفوا مين معدل النمو الطبيعي للطفل. احنا بنقول للأمهات دايما إن الطفل بيتولد بيبقى غالبا طوله بيبقى 50 سنتي في السنة الأولانية، ودي أكتر سنة الطفل بيحصل له فيها نمو. على آخر السنة الأولانية بيبقى طوله بيزيد حوالي 25 سنتي. أول ما الطفل يبدأ يخلص السنة التانية بيطول برضه حوالي 12 سنتي. يبقى كده الطول بتاعه في نهاية السنة التانية قلنا 50 زائد 25 زائد 12، يبقى كده حوالي 75 80، يبقى حوالي بنتكلم في 87 سنتي.
في السنة التالتة بيبدأ يزيد 6 سنتي. بعد كده كل سنة ليه نمو طبيعي بيبدأ يزيده، اللي هو من 5 ل6 سنتي في السنة. فأي أم لو بتتابع مع طبيب الأطفال بتاعها ولقيت إن ابنها في خلال متابعته كل 6 شهور ما جابش 2.5 سنتي أو ما جابش في السنة كلها 5 سنتي، كده أنا عندي مشكلة في النمو بتاعه، وعندي مشكلة في سرعة النمو بتاعه، ولازم هنا التدخل وندور على الأسباب. طيب حضرتك قلت لي ان طول الاب والام مهم بالنسبه لحضرتك لو بتعالج حاله تقزم. اه طبعا. اشمعنى؟ اول حاجة لان دي من الاسباب الطبيعية للتقزم، اللي هو التقزم الوراثي، ان هو نتيجة لارتباطه بوراثة معينة للاب والام. ساعتها لازم ناخد الطول الدقيق للطفل، وبناخد كمان الطول الدقيق للاب والام، وفي خلال معادلة معينة بنبدأ نحسب طول الطفل ده بالنسبة للأب والأم أخباره إيه. لو إحنا لقيناه ماشي بالنسبة للمعدل بتاع المعادلة، يبقى ده كده بنسميه حاجة اسمها قصر قامة وراثي، مرتبط بالوراثة من العائلة، سواء من الأب أو من الأم. ده بيكون له علاج برضه ولا ده؟ ليه برضه علاج، برضه متاح ليه العلاج، مفيش حاجة الحمد لله ملهاش علاج. بس الأهم من العلاج دايما إن إحنا بندور على السبب، لأن بمعرفة السبب بيبقى سهل جدا العلاج. طب معلومه على الماشي كده، هو وزن الطفل في ساعه الولاده المفروض يكون كام؟ المفروض إن هو يكون من 2.5 ل3.5 كيلو. طب قول لي بقى ايه اشطر، يعني دايما انت لما هتبقى في العياده كده هتلاقي خرافات كتير. ايه اشهر الاخطاء اللي بيقع فيها الامهات في الجزء بتاع قصر القامه ده؟ بصراحة يعني هو أكتر خرافة بتحصل يعني، وأكتر حاجة بتزعل في نفس الوقت. أنا بيجيلي البنوتة يبقى عندها مثلا 14 سنة وجاية مع جدتها وجاية مع والدتها، والطفلة قصيرة جدا، وتقول لي اصل احنا انتظرنا ان هي لما تيجي فترة البلوغ وهي هتفور لوحدها تفرد. وتفوق لوحدها. والبنت للأسف يكون عندها مشكلة في الغدد الصماء، هي منعت ان هي هتطول، وللأسف ان احنا بنلاقي ان الحالة دي مش هينفع انها تطول بعد كده، لان حصل فترة البلوغ ممكن يكون كمان العظم اكتمل. علشان كده كانت الحملة بتاعتنا اللي احنا بنقولها اللي هو طول هبة يبقى ما ما تتاخرش. تتأخرش. عظيم المقولة دي، يعني حلوة مختلفة. طب ايه احدث طرق التشخيص اللي بتشخصوا بيها مرضى التقزم دلوقتي؟ دايما بنقول ان قبل ما ادور على التشخيص ان انا اثبت فعلا ان الطفل عنده قصر القامة. يمكن في خطأ كبير جدا يعني ممكن نقع كلنا فيه، ومش هقول ان حد، لا كلنا ممكن نقع فيه، ان احنا ما ناخدش طول الطفل كويس جدا. لان طول الطفل كويس جدا ده اول بداية التشخيص. ان الطفل لو كان فوق ال3 سنين بيكون واقف على حيطة ثابتة، لازم يكون أطرافه سواء كتافه والمؤخرة والكعب بتاع القدم ملامس للحائط، ولازم أخد الطول بتاعه مظبوط. وبعد كده أحطه على منحنيات النمو بالنسبة إذا كان ولد أو بنت، أو لو هو عنده أي مشكلة وراثية أحطه على حاجة اسمها منحنيات النمو بتاعته، وأشخص فعلا إن هو عنده مشكلة في قصر القامة، إن أنا بلاقيه حاجة تحت -3 ستاندرد ديفيشن. طيب خليني اقول ان احنا شخصنا الحالة فعلا ان هي عندها تقزم، احنا بنتعالج ازاي؟ ايوه، اول حاجه في العلاج لازم يكون في شويه تحاليل روتينيه احنا بنعملها. وعايز اقول حاجه مهمه جدا، التحاليل دي بتختلف من شخص لشخص. يعني انا بيحصل عندي خطأ كبير جدا، الاقي امهات جايبين تحاليل كتيره جدا وجايين لي ويقولوا لي ان الولد قصير، واحنا عملنا التحاليل دي من على النت. للأسف إن ممكن يكون نص التحاليل دي ملهاش لازمة بالنسبة لي، ويكون التحليل اللي هيشخص الحالة مش موجود أصلا في التحاليل دي، وأرخص واحد في التحاليل دي. فبالتالي بنقول إن إحنا أول حاجة بندور على الأسباب الطبيعية خالص، إن هو بندور على الأنيميا، بندور على نقص الكالسيوم، بندور على مخزون الحديد، بندور على فيتامين د. دي أسباب عامة جدا وشائعة ندور في أسبابها. بعد كده بنبدأ ندور على سبب من الأسباب الأمراض المزمنة، زي مثلا وظائف الكبد، لأن لو الطفل بيعاني من فشل في الكبد ممكن ده يأثر على النمو بتاعه. بندور على وظائف الكلى لأن ده برضه بيأثر على النمو. تالت حاجة بندور عليها وهي حساسية القمح، لأن ده سبب من أسباب قصر القمح. بعد كده المرحلة الثالثة ان احنا بنبدأ ندور على مشاكل في الغدد الصماء، زي مشكلة الغدة الدرقية، مشاكل في الغدة القذرية، نقص هرمون النمو، او لا قدر الله الطبيب ده بالفحص شاكك ان الطفل ممكن يكون عنده ورم في الغدة النخامية او حاجة. وهنقول ان اهم حاجة في علاج قصر القامة هو علاج السبب.
يعني في المرحلة الأولية من التشخيص لو أنا عندي مشكلة زي الأنيميا أو نقص فيتامين د أو الكالسيوم بيبقى في علاج للمرحلة دي. لو انا عندي مشكله مثلا في مرض مزمن زي وظائف الكلى او الحاجات من دي، يبقى انا بعمل علاج جيد للامراض المزمنه. لو انا عندي طفل بيعاني مثلا من حساسيه القمح، يبقى انا لازم اخد غذاء خالي من الجلوتين، وده سبب من الاسباب بيحسن جدا وبطفل بينمو بمجرد ما يبعد عن مشتقات القمح والجلوتين. لو انا عندي مشكله بسيطه جدا وعندي خلل في الغده الدرقيه، بمجرد ان انا بعالج الغدة الدرقية بيبدأ الطفل بينمو وبيكبر بصورة كبيرة جدا. لو انا عندي بقى خلل في هرمون النمو، نقص افراز في هرمون النمو، دي الحاجة اللي بيبقى عليها افراز علاج اللي هو العلاج بالهرمون النمو. خليه بقى اجي عند هرمون النمو ده، عشان علاج الهرمون ده هو اكتر حاجه بتسبب مشاكل. الفكره الشائعه اللي انا عايز اتكلم فيها، مش خطر ان انا ادي الطفل في سن زي ده علاج هرموني؟ وخصوصا ان في اكيد اولياء امور كتير بيعترضوا على ان هم يدوا العلاج ده لاطفالهم، فعايزين نفهم يعني ده مش خطر؟ اولا نتكلم بس مبدئيا، هو العلاج بهرمون النمو آمن جدا على الاطفال ما لم يستخدم في غير محله. مادام الطبيب فحص الطفل وكتب التشخيصات اللازمة وأقر إنه عنده مشكلة بنقص هرمون النمو وكتبه بالبريسكريبشن، كده مفيش أي مشكلة خالص من استخدامه بالجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج. بس أنا عايز أقول حاجة برضو، إن إحنا عندنا أسباب كتيرة جدا غير هرمون النمو بتعمل قصر قامة، مفهوم. إنما كعلاج هرمون النمو هو آمن جدا على الأطفال. يعني مفيش اي اثار جانبيه لعلاج هرمون النمو؟ هو الطفل هيطول بس. طب هل المتلازمات الوراثيه اللي بتبقى عند الطفل بتحتم عليه تاخر في النمو او تقزم كده ولا ليها علاج؟ هي دي برضو من الحاجات المهمة اللي بيبان بالفحص، ان احنا بنلاقي ان الطفل فيه بعض السمات اللي موجودة في الوجه بتاعته او في الاطراف. اثناء الفحص نبدأ نطلع بعض المتلازمات الوراثية اللي بتؤدي الى قصر القامة، زي الاطفال اللي هم بنسميهم القلب الابيض اللي هم متلازمة الداون، ده بيكون عندهم قصر قامة مقارنة باقرانهم برضو. اشهر حاجة برضو مهمة جدا وبنقول عليها، اللي هي البنات بيبقى عندهم حاجة اسمها متلازمة تيرنر. متلازمة تيرنر دي بيبقى ليها شكل معين، ده بيبقى فيه مشكلة عندنا، فشل في النمو بتاعها، بيبقى فيه مشكلة في التبويض، وبيبقى فيه مشكلة في البلوغ بعد كده. لما بنكتشف قصر القامة وبنكتشفها بقصر القامة وبنعمل لها التحليل بتاع الجيني وبنكتشفها، بنساعدها كويس جدا ان هي تنمو، وفي نفس الوقت بتخش مرحلة البلوغ، لان احنا بنديها هرمونات تعويضية برضو علشان يحصل معاها مرحلة البلوغ. ودي يمكن من الاهم الحاجات اللي بنقول عليها دايما، ان قبل ما بدور على التشخيص لازم يبقى فيه تاريخ مرضي كويس، لازم يبقى فيه كشف كويس جدا من الطبيب، وبعد كده تحديد ايه هو المطلوب من الفحوصات. طيب هل في طفل ممكن يكون عنده 16 سنة نديله علاج لهرمون النمو برضو؟ هو السؤال ده مهم جدا على فكرة، لأن دي من الحالات اللي بتزعل جدا لما طفل بيكون جاي عنده 16 سنة أو طفلة بتيجي عندها 16 سنة وعدت مرحلة البلوغ وكان في بلوغ من فترة، وبنلاقي العظم بتاعها قفل، وبنلاقي إن هو صعب إن هو ياخد العلاج بهرمون النمو. بس في السن ده بالذات ممكن ندي العلاج بهرمون النمو للحالات اللي بيكون عندها تأخر في البلوغ، اللي هو قصر القامة المؤقت المصاحب لتأخر البلوغ، لأنه لما بياخد العلاج بهرمون النمو في الفترة دي بيحسن البلوغ بتاع الطفل. ممكن الطفل برضه في السن ده ياخد العلاج بهرمون النمو بس بجرعات معينة جدا. لو كان الطفل ده لا قدر الله مثلا عنده ورم في الغدة النخامية وتم استئصاله، فبالتالي أنا بشيل الغدد المفرزة لهرمون النمو، وكذلك برضه هرمونات أخرى، فبيتم التعويض بهرمون النمو والهرمونات الأخرى، ولكن بجرعات تانية خالص غير الجرعات بتاعة قصر القامة. طب امتى بقى ممكن يقول ان العلاج مفيش منه امل؟ احنا قلنا اهم حاجة ان يكون في امل، ومادام احنا دايما مؤمنين ان بيبقى في امل، ربنا دايما بيكون معانا وبيكون الاستجابة كويسة جدا. بس العلاج ما بيكونش يعني ليه فايدة او ما فيش امل من العلاج بهرمون النمو لو الطفل مثلا عنده مشكلة تانية غير هرمون النمو والطفل اخده.
يعني من الحاجات اللي بتزعل جدا ان احنا في اماكن من الجيم بتدي هرمون النمو علشان يبني العضلة وعشان يعمل فورمة الساحل والحاجات من دي. في كل الطفل عنده مشكلة حساسية قمح وبياخد هرمون النمو وبياكل أغذية فيها جلوتين، كده هرمون النمو مش هيبقى فعال معاه. لو أنا اديت الطفل ده هرمون النمو بعد فترة البلوغ والعظم كمان قفل، أنا كده ما عنديش مشكلة، ما عنديش أمل إن يبقى فيه طول مناسب على حسب الجرعة اللي الطفل بياخدها. طيب عشان نطمن الناس، هل التقزم بيأثر على ذكاء الطفل، على المخ، أو بيأثر على البلوغ أو القدرة الجنسية في المستقبل؟ طيب خلينا الأول ناخد السؤال ده لأن دول 3 أسئلة في بعض، مم. مش سؤال واحد. هو التقزم أو قصر القامة ما بيأثرش على الذكاء إطلاقا إطلاقا، ده بالعكس الأطفال اللي بتعاني من نقص هرمون النمو بيبقى ذكائهم حاد جدا وبيبقوا أذكياء جدا. تمام. الحالة الوحيدة بس اللي التقزم فيها بيأثر على الذكاء هو لو كان السبب في التقزم هو خلل في الغدة الدرقية. لو انا عندي خلل في الغدة الدرقية بلاقي ان الام بتيجي تشتكي شكوى تانية خالص غير التقزم، ان الطفل بقى يتأخر في دراسته، ما بقاش ذكي زي الأول، بينام كتير، الطفل ده ما بياكلش مع ان وزنه بقى بيزيد، وبالفحص نلاقي ان الطفل عنده تقزم. في الحالة دي يبدأ التقزم ده بيكون بيأثر على الذكاء لأن نتيجة الخلل في الغدة الدرقية. طيب هل هرمون النمو بيأثر على البلوغ؟ نقص هرمون النمو بيأثر على البلوغ، ولو أنا أخذت علاج بهرمون النمو ده بيحفز البلوغ عند الأطفال. طيب هل هو بيأثر على القدرة الجنسية لو حد عنده تقزم؟ لا، مفيش أي تأثير خالص. عظيم جدا. طب هل في أدوية بتأثر على النمو؟ اه طبعا في أدوية كتير بتأثر على النمو، ويمكن دي مشكلة شائعة جدا لأي طبيب أطفال او اي طبيب غدد صماء عموما، يعني لان ادوية الكورتيزون من الادوية المصيبة بالنسبة لنا كأطباء، وخصوصا الأمهات بتستخدمها بدون وصفات طبيب. أدوية الكورتيزون استخدامها بدون وصفة الطبيب وبدون الجرعة المناسبة ممكن تعمل لي مشكلة في الغدة القذرية، وده بيأثر على الأطفال وبيعمل لي برضه تقزم، ودي من المشاكل اللي بتبقى كبيرة جدا بالنسبة لنا. طب احنا لو هنعمل تحليل هرمون النمو، في شروط للتحليل ده؟ السؤال ده مهم جدا جدا، لأن من أكتر الأخطاء اللي بتجيلي إن الأم تعمل حاجة اسمها تحليل لهرمون النمو وتجيلي وتقول لي ده تحليل قليل. بنعمله وعاملاه من غير حاجة اسمها محفز، وده خطأ كبير جدا، لأن هرمون النمو ده بيتفرز بحاجة اسمها بلساتايل، يعني بيتفرز بنوبات كده. فعلشان احنا نشخصه صح لازم نعمل تحليل هرمون النمو بمحفز. عندنا هنا في مصر بنعمل محفز اللي هو الانسولين ومحفز اللي هو الكلونيدين، في كذا حاجة تانية بس دول اشهر 2 بيتعملوا. ناخد كذا عينة بعد كده، حوالي من 6 ل8 عينات، علشان نبدأ نشوف هيبقى في افراز لهرمون النمو بعد ما نعمل المحفز ولا لا. ما لم نعمل التحليل ده يبقى كده بالنسبة لنا التحليل ليس له أي قيمة، والتحليل ده من التحاليل المهمة جدا اللي لازم تتعمل في معامل تراستد جدا، علشان اللي احنا هناخده الديسيشن اللي هناخده عليه هيكون مهم جدا. قول لي بقى على حالة صعبة انت مش تقدر تنساها. الحالة الصعبة اللي أنا مش هقدر أنساها إن طفل كان جاي بيعاني من تقزم، تمام، وما كانش فيه أي مشكلة يعاني منها خالص غير إن هو قصير. بالفحص والحاجة لقينا كل فحصه كويس، بالفحص الظاهري مفيش أي مشكلة خالص. عملنا التحاليل الأولية، تمام، لقينا إن الطفل ده كان سنه حوالي 14 سنة كده، تمام. التحاليل الأولية كلها كانت كويسة، تحاليل الهرمونات كلها كويسة. عملنا تحليل هرمون النمو لقيناه قليل. من ضمن الحاجات اللي احنا طلبناها، ودي يمكن سبحان الله يعني، احنا طلبنا ان احنا نعمل رنين مغناطيسي على المخ، يعني سبحان الله يعني. لان الولد ده عنده ورم في الغدة النخامية. مجرد ان الطفل ده احنا استأصلنا الورم بتاعه، بعد كده اخد العلاج التعويضي، بسم الله ما شاء الله، مشي في النمو كويس جدا وبقى حالته كويسة جدا وشفى تماما من الورم. المغزى بس هنا
ان هو مش لازم يكون في حاجة ظاهرة تدل ان في حاجة، اكتر من ان انت تهتم انك تاخد تاريخ مرضي كويس من الطفل، انك تفحص العيان كويس جدا، وانك تعمل التحاليل وتبقى في مكان ترستد جدا علشان تقدر تاخد القرار السليم للعلاج. طب عايزين نقول للأم لو في أكل يزود هرمون النمو للطفل. انا دايما بقول للامهات نرجع بالزمن 20 سنة ونشوف جدتنا كانت بتاكل ايه وناكل اكلها، هنلاقي صحتنا كويسة جدا، مفيش فيها تقزم، مفيش فيها سمنة، هنلاقي الطفل صحته كويسة. لازم يبقى الاكل بتاعنا فيه لبن، فيه بيض عشان الكالسيوم وفيتامين د، لازم التعرض للشمس الفترة بتاعت الصبح كويس جدا، لازم اكلنا يكون فيه بروتين، مش مهم بروتين ده لحمة وفراخ وسمك، لا، ممكن الحاجات الرخيصة خالص زي الفول والعدس. لازم يبقى فيه خضار، الخضار ده مهم جدا. يبقى لازم نقول ان اهم حاجة بالنسبة لي التغذية السليمة، ده مهم جدا جدا جدا. طب أنا كنت هنسى أسألك أصلا، هو النمو بيقف عند سن كام؟ النمو بيقف، مش بيقف بصورة طبيعية ان هو بعد البلوغ يقف الطفل مش هيبلغ تاني، بس بعد فترة البلوغ، وان سواء للولد او البنت، الولد بيبقى قدامه حوالي من 5 ل6 سنتي هيجيبهم، وبعد كده بيكون خلاص. في نص الكلام كده قلنا كلمة حساسية القمح. اه، محتاجين نفهم المرض ده ايه. هو انا بسميه القاتل الصامت، لان حساسية القمح ده مرض وراثي، بيبقى فيه مشكلة للطفل ده انه ما يقدرش يمتص الاغذية اللي بتحتوي على قمح، لان هي بتكسر الامعاء عنده وبتمنع الامتصاص، بتخلي الطفل نحيف، تخلي الطفل عنده اسهال، تخلي الطفل ممكن يكون عنده امساك، تخلي الطفل عنده يعني بطنه كبيرة جدا، ويبقى عنده تقزم، ويبقى عنده انيميا ما بتتحسنش. وممكن الطفل يجيلي ما يبقاش عنده ولا اي حاجة من الاعراض اللي انا قلتها دي خالص، غير انه هو قصير بس. عشان كده دايما اي طفل عنده تقزم، من الحاجات اللي احنا بروتين بنعملها بنعمل تحليل حساسية القمح، وسبحان الله علاجه بيبقى سهل جدا، ان الطفل يبتعد عن المنتجات اللي فيها قمح وجلوتين، نلاقي وزنه يكبر بسرعة، نموه يكبر بسرعة، وبيحقق نموه زيه زي أقرانه بسرعة جدا. بس هو مش هيبقى له علاج ممكن ياخده او حاجات توقف الحساسية دي؟ جلوتين فري دايت باقي حياته بس. انت قلت لي ان في اماكن بتبيع منتجات مدعمه يمكن دي من الحاجات الكويسه ان احنا نحب ننبه عليها برضه، لان اسعار الحاجات الجلوتين فري دايت دي بره في السوبر ماركت والحاجات من دي بتبقى غاليه، في دعم من وزاره الصحه ومن وزاره الزراعه وبعض المستشفيات الجامعيه، زي منفذ وزاره الزراعه في الجيزه، زي مركز الوراثه في جامعه عين شمس، وزي مخبز جامعه الزقازيق. قول لي بقى ايه اكتر حاجه ممكن تبسط دكتور تامر؟ ابسط حاجه بتفرحني هو ان انا لما اشوف ان في تغير حصل للطفل باي حاجه مهما كان، سواء كان علاج او حتى مجرد ان انت طمنت الاهل، دي لما بشوف الفرحه دي في الاهل دي بتبقى حاجه قويه جدا. قبل ما اختم انا عايز اخد من حضرتك رساله لكل ام. مبدئيا انا بحب اقول رساله لكل ام مهتمه جدا بنمو طفلها او طفلتها، ان هي لازم تتابع نمو طفلها كل 3 ل6 شهور على الاقل. تاني حاجة انها لازم تهتم بالتغذية السليمة والابتعاد عن الجانك فودز والاكلات السريعة. لازم كمان تخلي ابنها او بنتها يمارسوا رياضة بصورة منتظمة. اخر حاجة معايا ان هما لازم النوم يكون كويس جدا، وخصوصا وقت الليل، لان ده وقت افراز هرمون النمو اللي بيبدأ من الساعة 10 بالليل. مش ان هما بياخدوا راحتهم في النوم بالنهار، لا، اهمية وقت النوم بالليل من بعد الساعة 10 بالليل ده مهم جدا جدا جدا. اخر حاجة الابتعاد عن الالكترونيات والشاشات والموبايلات، كده احنا بنضمن نمو طبيعي لاطفالنا وابطالنا كلهم. انا مبسوط بيك والله. الله يعني يكرمك. فعلا تخصص ممتاز الله يعني، يكرمك. ونادرا لما نقابل دكتور تقزم، يعني دي حاجه جميله. الحمله بقى اللي انت عاملها بتاعت الطول هبه متاخرش دي عجباني جدا 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 يعني، واحنا كنا في الحلقه دي مبسوطين باستضافه حضرتك جدا، واضافه اللي انت اضفتها لنا. نتمنى ان شاء الله يعني ان كل الناس اللي عندها مشاكل في التقزم تقدر توصل لحضرتك عن طريقنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نورتني في حلقه يا دكتور. شكرا استاذ محمد، شكرا. كنا معاكم في بودكاست في العاده، استنونا في حلقات الجايه، هيكون عندنا مواضيع طبيه اكتر والدكاتره جداد. سلام.